الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الدرس الثاني من دروس الإيمان نتكلم لماذا بعض الناس يحب أن يتصفوا بالإلحاد أو يقولون نحن ملحدون. لماذا؟ أولا، الإلحاد كما تعلمون معناه الإنكار، عدم أو في مصطلح المسلمين حينما نقول ملحد أي معناه الذي لا يؤمن بالله عز وجل، ينكر وجود الله. فكثير من الناس يحب أن يوصفوا بأنهم ملحدون، لأنهم لو قالوا نحن نؤمن بالله سيقوم بواجب في حق الله عز وجل، ولكن حينما يقول بأنهم ملحدون معناه يتهرب من المسؤولية. الإلحاد ليس معناه بأنهم أصبحوا صاحب علم بأن الله غير موجود، بالعكس، هم في قرار نفسهم يعلمون بأن الله موجود، ولكن حتى لا يقوموا بالواجبات، حتى لا يصلوا، لا يصوموا، لا يتصدقوا، لا يبتعدوا عن المحرمات، يقولوا لا نحن لا نؤمن بالله، خلاص، حتى نقول خلاص ما دمت لا تؤمن بالله فالكل شيء مسموح لك. هذا هو سر الإلحاد عند كثير من الناس. درس خويرا من بشكي بحثا نظام بكردية مجرى تيغوتن چه، ولكن أبيكو هبونا خواهدي إنكار تكن. ملحد عربي بجم تركيا مجرى بين آتايست، يعني أبيكو دبي خواهدي تنلو دبين عالم معناه بيكو عربية جيخاد قوتن آتايست، يعني أبيكو دبي خواهدي تنه. چما هنك إنسان تخوازن جوانا بي قوتن ملحد، چما تخوازن بجن يعني بي إيمان، چما خواهدي قبول ناكن. عالم دبیجن ان سبب مزن انسان جبونه کو لمیش نکه، روژی نگره، زنای بکه، عراقی وخو، دزیه بکه، هر تشتی پیس بکه، دبی حیر از یقین هم خودتنه. لورا کو بیجا خوده هیا گره بسکنه اینکی ای وای خوده هیا ای اف خوده هانه لیسکا زارو کانه نه دمکی قانونی ویجی هنه کو گو خوده هیا گره خوده بترسه، کو گوش خوده بترسه گره لمیش بکه، کو لمیش کر گره زنای نکه، كزناي نكر جرش خاز جنك باش بينا وار حاصل كلام هنك تشتي خراب جرا چه نابن اجبري هم ادبيز بجم خادتنا دريد گرم، يعني دريد گرم نكو براستي خواندن بونا خادي علمكي بعاقلن گيشتن داوي قولا خادتنا تدي هنك انسان انا دو خايرن دم خاي يقينك قناعتك، يعني واني كش خاد بجن ام بايمان خادي قبول ناكن وانا نش خواندن اخو جتنبلي اخو و جبونه کو کس که بدست وان نگره عادت ما انسان اگه کم تشتکی قبول بکن گرم واجب خوشی بینن. مثلا تو شخص که فقیر تبدینی تکر عقل خو بیا فقیر اگر دست خودش کی آلیکاریایی بکی تنکی دل تشتاد به عیب نبو کرو بی فقیرانه تشما آلیکاریایی نکن ایم چند کنم چعب خواقین آلی کی دگرن دلبر دادشن چعب میک فقیر دینه می چعب دگرن چعب دید چند جبونه می فقیر ندینن حال بك تبديني وتخي عقلي خو فيها فقيره بي وقتها ينكي ام بجن محاسبه تشخا الله في اختياري في فقيره اجمالي كاريا يناكم ما دست يقدر يجيناكم ور حاصل ايجاد بي ام بجن خديتنكم اگو خديتنا مش هر تشي تفلتن مساله كي بشكي دبي اون بوستان زانه چنه بوستان تدي تشمش داتين بوستان بخشه يعني یک برده در باس فوش خواهی بوستان اگو السلام علیکم، خواهی بوستان نگو علیکم السلام تنگی خو نکن چو گو کرو مات نبسلمانی گو اری گو چمات نبی علیکم السلام گو کرو گو که از بجم علیکم السلام گرز ترا اینکی خبردم تو چوانی تو باشی گو چوانی باشی از بجم کرن کاتش کیش بخو هماس پیشایی تکرم انا بجم علیکم السلام جوانه تشتکی ندم تا یعنی انسان دبی گاوک مگو خوده هه ای خوده هه مچمان یوی دنیا هانه پشتێک مانیەوی دنیاانێ چژمت خوازە چژم خواست گەرز بکەم وەر حاسب دەستێم تێگرتن ji بۆنێ ez زەبەشە یا ez بێژم تشتێکی ئیکرامێوی نەکەم ئەما دبێژم نابم عەلەیکم السەلام وجێ دفلتم. أيها الإخوة الأفاضل، ربما في الدنيا باللغة العربية نحن نقول فكرة تافهة، يعني أحمق الناس هو الذي ينكر وجود الله عز وجل. أتفه الأفكار هو الفكر الذي يقول لا إله. الله عز وجل يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أبسط شيء الله يخاطب العباد. لو قلت لرجل ما شوف هذا أظن قلم بسيط ربما يعني كرون أو كرونين
لو قلت لرجل هذا القلم صنع لنفسها لضحك عليك وقال يا أنت غبي، كيف يمكن أن يحصل عندنا قلم؟ فالإنسان لا يقبل أن يحدث قلما بلا فاعل، ولكنه يقبل أن يكون هناك كائنات عالم غارق العادة بما فيه نحن. يعني نحن شيء غريب، الإنسان شيء غريب جدا. هناك آيات كثيرة الله عز وجل لذلك يقول في أنفسكم أفلا تبصرون. هناك علامات كثيرة يدل على وجود الله في الإنسان. فالإنسان لا يقبل أن يخلق شيء بلا فاعل، ولكنه يقبل أن يكون هناك عالم بلا صانع، كل شيء صدفة. لذلك العلماء يقولوا أغبى الأشخاص صاحب فكرة الإلحاد، غبي جدا أو يجعل نفسه غبيا. قالوا جماعة وان كسي يقول بيجا خوديتنا قلم بلنكير قلم كبر ارزان سبوكا نورمال بلاش، يعني بيجي بركي قرون كي دو قرون بهال اصلي ودا تشبي انسان را بيجي ابي قلمهانه بخود شي بيه هما لايلون جيكي هاتن حبر جيكي هات چه جيكي هاتن اما بو قلم هات كدسته من تجي انسان را بيجي ابدا نممكنه تشتكي بي وسطا ام بيجن وسطا تشتكي بي وسطا چه نابه للتماشات كي في انسان اف عالم مازن اف كائنات هانك او خاصه سر و حكمت و مزناتی تدهنه توقع قبولت که دبجه وانا بخود چه بونه لقلمکی به وسط قبول ناکه یا قلمانه چه تدهه قلمکی به وسط قبول ناکه ولكن كائناتك عالمك او مزن مثلا انسان بخو معجزه کا پر مزنه لو ما خدت قرآن داد بجه جا تماشه نفسه خوب کن چه قسم معجزه نفسه و دهه انسان تماشه نفسه خود که بنا والله ما دی باب مزوج نج آوکی چه بو خو قبول که کو به خودی چه بو به اما قبول ناکه کو قلمکی سر خو چه بو به لو ما عالم دبیجن ان فکر احمق و ان انسان احمق او انسان کو هبون خدا انکارت که ان احمق و یعنی تشتكي بتشوك بي خدي قبولناك ولكن مسألة هات خدا قبول که خدا ما تنه و امتبش خدا چه بونه و هم شعب مبخواتي كتيه برا جوه مو تليا مو ورحاصل مخ چه كريه ابياجي فكرك احمق. ولكن صاحب الإيمان والإيمان الصحيح هو أن يؤمن الإنسان بوجود خالق فرد صمد له أسماء الحسنى وصف نفسه بصفات كثيرة، فهذا هو الإيمان الصحيح الذي نحن نؤمن به. ونحن نسمي الإيمان كذلك توحيدا، توحيد أي معناه الوحدة، أن يكون الله واحدا. كما نقول بأنه لا يمكن أن يوجد الشيء بلا صانع، كذلك نحن نقول لا يمكن أن يكون هناك إلهين، لا يمكن. كما لا يمكن أن يكون هناك سائقين لباص واحد يسوق الباص في نفس الوقت، كذلك لا يمكن أن يكون هناك صانعان. لو كان هناك صانعان العلماء يقولوا إما أن يكون أحدهم عاجزا يستعين بالآخر فإذا ليس بإله، أو إذا كان الاثنين كاملين لماذا ليس حرا في عملهما. إذن نحن نقول لا يوجد شيء اسمه إلهين ثلاثة، إله واحد. ونحن نسمي هذا توحيد الربوبية، الرب الذي يوجد الأشياء، الذي رباهم وأوجدهم، خالق واحد رب واحد الذي أوجد جميع الأشياء هو واحد، رب السماوات والأرض رب العالمين كما نسمي. فهذا اسمه توحيد الربوبية، رب واحد أوجد جميع الأشياء. إجا إيمان راست شيء قالوا جماعة إيمان راست قبول بكي كو خالقك هي خالق أبيك بيدات كي إيجاد كي تشتاچت كي يك هي تشتاچ كريه أو يك شيء كريه جتنبونه شيء كريه و يك ابتنيه صفاته ويه قالك مازن هنا خدا صفته وي حتى بيجي النبي خدا مسألة قرآن ده خدا بيجي النبي خدا پر مازن هنا رسول خدا عليه الصلاة والسلام قلت نوتو نه نبي خدا هنا هر ناوه کی خدا مزناتی که خدا تده هیه او خدای کو کائنات چه کریه یک ابتنه امجرد بین توحید واحد یک ابتنه دو سه جنینن لو را عاقل قبول ناکه که دحب بجنم خدانه و آلیکاری هم بکن تشتکی چه کن خدا معناوی که محتاج کس کی نه آلیکاریست کس کی نخوازه ایزنش کس کی نخوازه اوه معنی خدا. مثلا هنه که دولت هنه زمان که عراق وهابو مثلا پشتیک صدام چو 6-7 حبا کربون جی کی لجنه کی جاری یک دو مازن عراقی جاری هر کی ساله کی 2 سال یعنی خدا کی ساکنو تنه یعنی ده خدا رونه ده راز 3 سال از خدای عالمی 3 سال تو خدای عالمی
یا از امشب بم خدا تبرو به خدا از نخوش کتم تبکه خدا کیو ساکینوتنه یک خدا کیه ازلیه و ابدیه ازل یعنی جبره ده هي ابديا هر هبه و او خدای هانه امجراد بین رب العالمین رب یعنی او کتبک تشتاجی وی پیدا کریه یعنی امنا بجن خدا والله اینکه انسان چه کرد هوی دی یکی دی هات آلیکاری وی کرد یا جی خدای عرضه چه کرد والله حسمان از نکار کارن آلیکاری ممکن نه رب العالمین خلق كل شيء هر تشتی چه کریه و رب هر تشتیه هر تشتی وی چه کریه لو ما بجن رب العالمين أي مربيهم شكرية وتربية دايوان لوان خدي دركاتي هرتش بدست خداي أبيا جراد من توحيد الربوبية يعني يكيتيا أبيك شكرية خالق يك صانع يك ابتنية توحيد قدي هي أميانا ويجي بجن وهناك توحيد آخر نحن نسميه توحيد الألوهية أي نحن نعبد إلها واحدا نحن لا نقول نعم الله خلقنا ولكن من حقنا أن نعبد 3 4 أخرى كمان لا يوجد هذا الشيء فما دام هو الله ربك وخالقك وهو الذي رباك فلا يستحق أحد في الدنيا أن يعبد إلا إياه عليك أن تعبده وحده لذلك نحن ندعو الله نرفع أيدينا له نصلي له نحج له نتصدق له نستعين به لا نخاف إلا منه ولا نحب إلا هو نحب الحب الكثير كل شيء لله عز وجل نحن نقول الله هو الذي خلق وعلينا أن نلجأ إليه وعلينا أن نعبده ونستعين به ونطلب منه العون نلجأ إليه فقط هذا معناه توحيد الألوهية أي أنت كذلك تلجأ إليه بجميع أنت ما تريد وبكل ما تحتاج إليه اسمه توحيد الألوهية توحيد كادنه هي قالوا جماعته امجراد من توحيد عبادات اجا مساقين بكردي بيجن يعني خدا يك ايك ما تشكريه لي المقابل جي غيره ام تفجر عبادات بكن جدي بابا اخرى بكن جنابه ج پیغمبر كدنه را بكن جنابه ج شخص كديره جنابه يعني عبادات ما انجا خش خادره دعاء ما خادره استخاريه ما خادره رجاء ما بعلي خدا دا ايجي الوهيت جراد بيجن خدا ابيكو تهوید کیت عالی و دهری مثلا قال لك انسان ما جهالتی بانا چه بیاد چون سر قبر عالی کاریش قبرات خوازن یا شیخ فلان کس یا حجی فلان کس یا کالم فلان کس یا پیران فلان کس اوانا تشتش هاشن اویک فایده ده خدای اویک ضرر ده خدای اویک حیات ده خدای اویک شفاش نخوش تراب شنه خدای دشن سر زیارت دبی والله ده نظام قیزام نزوجه برای نصیب قیزام به بذات ما سربیه برای نصیب قیزام وکه شاشه ایجا هنه کی پچکی با عقل بونه بجد بلکه اوش خدا را دعا بکن لو ما حیل ایجابه ایج ناد که خدا نگوت یه هرن جن فلان کس برای اوش مراد عایب که قیوستیت خوار بیه قی چعبه نادنه قی زمان متنه کن بجن یا رب ام تکارم بجن یا رب چه مازه هرم جم سیدا که بیم سیدا جاب خیرق بجه یا رب ذاتیش بجه یا رب چیت کاری بجه یا رب سیدا جا دست قبلن که چیش دست قبلن که خدا گوت از ربی و تبا ما دست قبلن که از بدون و اف کمانی هانش گرد نوا مدا تنبه نش قبرکی نش مریکی نش ساخکی نش شیخکی نش سیداکی نش تکسکی مدد آن داش خدا تخواستن آلیکاریش خدا تخواستن خیر و عبادتش خدا را تکرن استوخاریش خدا را استوخاریش خدا را ذلیلمونش خدا را بچوکای نفسه تبش بونه خدای خدا عز و جل اوی ایمان هانش بکن نصیب ما ان شاء الله ایمان ما کامل بکن. إلى هنا نكتفي بهذه الدرس فنرجو الله أن يرزقنا إيمانا قويا كذلك أن يجعلنا من الموحدين في الربوبية ومن الموحدين في الألوهية إن شاء الله نعبده وحده ونلجأ إليه ونستعين به وفقنا الله وإياكم خدا إيمانك بقوتك نسيب ما توفيق ما تبع تشتي خير وخشي وباشير دبدا إن شاء الله أجمعين.